السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيز الأهلاوي. فيديو جديد والحمد لله كسبنا شباب بلوزداد بنتيجة تاريخية 6-1. نتيجة كده ما بتتكررش كتير، بتتكرر كل مثلا 20-15 سنة كده، مرة كده. نتيجة حلوة، نتيجة جميلة. عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، واهم حاجة عايزين نتكلم فيها دي ان شاء الله هنتكلم فيها في اخر الفيديو. بس قبل ما نتكلم ونقول اي حاجة نصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يا عزيزي الاهلاوي، الاهلي في الشوط الاول ما جاش. يعني انا قاعد قرفان الشوط الاولاني، انا قاعد قرفان. مش ده الاهلي اللي معودنا بعد مثلا خسارة بطولة او خسارة ماتش اللي هو يبقى وحش كده. الاهلي ما جاش الشوط الاول، والحقيقة يا عزيزي اللي مخلي الاهلي وحش الشوط الاول هما سببان. السبب الاولاني تخريف كولر في التشكيلة. يعني هو بدأ التشكيلة محمد الشناوي، رامي ربيعة واشرف داري. انا كنت خايف منه قوي، يعني هو بقاله كتير مصاب وما لعبش بقاله فترة، فانا كنت قلقان منه. بدأ بخالد عبد الفتاح اللي لنا عنده حاجة كده هنقولها الوقت، وبدأ بيحيى عطية الله، اكرم توفيق ومروان والسولية. بالنسبة لي كنت متفاجئ ان السولية في التشكيلة النهاردة اساسي. بدأ برضا سليم وحسين الشحات واسامه ابو علي. دي التشكيله اللي كولر بدأ بيها. انا كنت متفاجئ باتنين: خالد عبد الفتاح ان هو يبدأ بالماتش، وعمرو السولية اساسي. يعني انا من وجهة نظري انت بادئ الماتش على ارضك، فانت عايز حلول هجوميه كتير. فانا من وجهة نظري كان كفايه ديفندر واحد اللي هو مثلا مروان عطيه، وهتلعب اكرم توفيق باك يمين، وهتنزل بالسولية وامام عاشور، او امام عاشور وقفشه، عشان الاتنين لسه صغيرين في السن، اللياقه بتاعتهم البدنيه هتبقى حلوه. ما هو زي السولية اللي هو كبر في السن، اللي اللياقه بتاعته بدنيه قلت، فهو الافضل كان مثلا امام وقفشه. بس انا اتفاجئت ان هو بيلعب باتنين ديفندرات، وبدأ بخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح في اول ربع ساعه 3 كور اتلعبوا من ناحيته، من المزياني او المزيوني، التلاتة عدوا منهم واحد اجا الجول. خالد عبد الفتاح واقف تايه. خالد عبد الفتاح واقف في الشوط الاولاني هو تايه، مش عارف يتقدم ولا يطلع ورا. خالد عبد الفتاح في الجون اللي دخل فينا واقف في نص الملعب مش عارف يعمل ايه. حتى لما الكره اتقطعت الشحات رجع، هو ما رجعش، فضل ورا، هو واقف تايه. انت 3 كور اجوا عليه عدوا بالتلاتة، منهم واحده لبستنا جون غلط منه. فكان اختيار خالد عبد الفتاح ان هو يلعب في الماتش دوت غلط قوي. هو كان يلعب اكرم توفيق، هيلعب بديفندر واحد مروان عطيه، هينزل باتنين نص ملعب عمرو السولية او امام وقفشه. دي من وجهة نظري. واحنا كلنا لاحظنا الشوط الثاني لما نزل امام عاشور الملعب اتغير ازاي، بقى في حلول لعب كتير. بقى امام لو مضغوط السولية بيحل مكانه، نفس الكلام السولية لو مضغوط امام بيحل مكانه. احنا كنا 1-1 الشوط الاولاني، امام نزل، اكرم راح الناحيه الثانيه، جبنا 5 اجوان. الاهلي الشوط الاول كله عايز يضرب خط الدفاع بالكره الطوليه اللي تضرب خط الدفاع. وخط الدفاع بتاع شباب بلوزداد واقف على مسطره الاوفسايد. الكره الوحيده اللي عدت لحسين الشحات والجون مسكها. دي الكره الوحيده اللي عدت. كل الكور نفس الكلام، ما فيش حاجه بتعدي لما الكره اللي بتعدي في مسطره التسلل. الكره الوحيده اللي احنا عدينا منها من العمق اللي هي اجا الجون في نهايه الشوط الاولاني. الكره عدت بالصدفه، خبطت راحت لاسامه ابو علي جون. دي الكره الوحيده اللي كانت يعتبر من العمق. بدانا الشوط الثاني بخروج خالد عبد الفتاح ونزول امام عاشور، وكده يبقى عرفنا اكرم خلاص راح الجبهه اليمنى، وامام عاشور بقى هو السوليه في نص الملعب. الاهلي اتغير، الاهلي خلاص بقى فيه مفتاح لعب كتير يقدر يلعب عليها. عندك امام، عندك السوليه، عندك تاو، عندك الشحات، عندك اسامه ابو علي، بقى فيه مفتاح لعب كتير. وده اللي حصل. الاهلي 5 والخمس تجوان، وسام جاب منهم 2، الشحات جاب جون، امام جاب جون، تاو اللي نزل جاب جون حلو قوي. يعني الجون اللي تاو جابه ده ماركة تاو، اللي هي الركنه اللي بتمشي على الارض دي ركنه تاو، فهو جون حلو. وجون امام استلامه ولا اروع. امام عمل ماتش كويس قوي حرفيا. الاهلي فعلا الشوط الثاني غير، وقدرنا نكسب بنتيجه كبيره 6-1. وكده يبقى الاهلي في صداره المجموعه برصيد 7 بونت، واورناردو بايرتس في المركز الثاني 5 بونت. تمام، ده اللي يخص المباراه ويخص الاهداف وكل الحاجات الحلوه ديت. في حاجه بقى حصلت بعد هدف حسين الشحات يمكن محدش لاحظها كتير. حسين الشحات جاب جون وراح للجمهور وبيحتفل. مين اللي راح له؟ رامي ربيعه. قام شده وقال له يلا تعالى. انت بتشده ليه يا رامي؟ يعني انت بتشده علشان الجمهور هاجم الفرقه قبل الماتش، فانت مش عايز يروح يحيي الجمهور؟ ولا انت بتشده علشان شايف الاهلي مثلا مش احسن حاجه ولازم يأدي اداء احسن من كده عشان يصالح جمهوره؟ النقطه ديت ما فهمتهاش طول والماتش شغال، بس بعد الماتش ما خلص انا فهمت كل حاجه. الماتش خلص من هنا، والجمهور طبعا طبيعي بينده للاعيبه. النجم بتاعنا نيني كهربا يقول للاعيبه لا ما تروحوش. والغريب مش في كده، الغريب ان كابتن الفريق كابتن محمد الشناوي سمع الكلام. يعني ده الغريب،
اللي هو انت كابتن الفريق، انت اللي تقول يلا ومش يلا. انا بص، انا الصراحه انا كنت جاي هبشلف الشناوي على الجول اللي دخل فيه، كنت جاي هبشلفه، بس الراجل كان عايز يروح يحيي الجمهور في بدايه الماتش غلط في الشناوي وغلط في كهربا، بس بعد الماتش لما الجمهور ندهت عشان يحيوا اللعيبه الشناوي قال لهم يلا. بس النجم بتاعنا الكبير كابتن محمود عبد المنعم نيني قال لهم لا، انت زعلان من الجمهور عشان بيهاجمك ان انت مخسر بطوله؟ طب ما هو ده طبيعي، مش عايز الجمهور يهاجمك ما تلعبش في النادي الاهلي، النادي الاهلي كبير عليك، زعلان من الهجوم ما تلعبش في النادي الاهلي. هو مش ده الجمهور اللي كان بيدعمك، اللي وقف جنبك، اللي انت في اسوأ حالاتك الجمهور معاك وبيشيد بيك؟ هو ده الوقت علشان بيهاجمك وبيطالب ان الفرقه تكون كويسه تعمل كده؟ هو الجمهور هيستفاد لما يهاجمك؟ الجمهور ولا بيستفاد منك ولا بيستفاد من غيرك، الجمهور بيدفع من جيبه، بيعطل شغله، بيقعد بيبقى مرزوع في عز الشمس عشان يجي يشجع النادي اللي انت بتلعب فيه. هو ما بياخدش منك، انت بالعكس ده بيدفع من جيبه. انت لما الجمهور يغلط فيك او مثلا او ينتقدك انت تزعل منه؟ طب ما هو بيشيد بيك وانت في اسوأ حالاتك، بيشيد بيك وبيقف جنبك وبيدعمك. هو انت بتعادي مين ولا انت فاكر نفسك مين عشان تعادي جمهور الاهلي؟ جمهور الاهلي عنده استعداد يجيبك الارض، انت بص، انت بالحركه ديت من وجهه نظري انت نهيت مسيرتك مع النادي الاهلي، ويمكن تنهي مسيرتك الكرويه اصلا كلها مش مع النادي الاهلي بس. النقطه بقى الاكبر والاغرب، مدير الكوره اللي جاي المفروض يصلح الفريق، يمشي الفريق على انضباط. الجمهور بيحيي يقول لهم لا لا ما تروحوش. هو انت مين عشان تقول للجمهور ما تروحوش؟ هو انت جاي تصلح الفرقه ولا جاي تبوظها؟ انت من ساعه ما دخلت الفرقه وكل يوم مشكله شكل بسبب ان انت مش عارف تسيطر على الاوضه. هو انتوا فوق يا جدعان ولا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ والله العظيم ما بهزر. هو حد مفهمكم ان النادي ده بتاع ابوكم؟ النادي ده بتاع الجمهور هو اللي عامل النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي لو مش موجود ورا الفريق دوت انت انسى انت تشوف بطولات، انسى. وبعدين هو مش الجمهور دوت اللي الكابتن شوبير بعد مباراه باتشوكا لما الجمهور قال احنا ما عندناش هنروح ورا الفرقه في ماتشات، كابتن شوبير قال لا ما ينفعش تسيبوا الفرقه، وقفوا جنب الفرقه، اسندوا الفرقه. هو ده جزائهم لما يروح يقعد في عز الشمس ويدفع من جيبه علشان يقف ويساند الفرقه؟ هو ده جزائه؟ ما تروحوش تحيوه؟ كل ده عشان ايه؟ علشان هاجمكم قبل الماتش ومن بعد ماتش باتشوكا؟ طب ما هو طبيعي، ما هو طبيعي هاجمكم، ما انتوا كنتوا وحشين واداء سيء، مش فارق معاكم حاجه ولا فارق معاكم جمهور ولا فارق معاكم بطوله. الشناوي طلع مره واثنين وثلاثه بيرازف الجمهور وبيرد على الجمهور، طب ما هو ده طبيعي اللي هو هاجمه. الشناوي بعد الماتش عايز يروح يحيي الجمهور، كابتن محمد رمضان وكابتن كهربا نيني لا ما تروحوش. بس السؤال بقى هنا، يعني هو الكابتن محمد رمضان قال للاعيبه بلاش تروح للجمهور من نفسه، ولا الاداره هي اللي قالت لكابتن محمد رمضان ما تخليش اللاعيبه تروح للجمهور؟ ده السؤال، واجابه السؤال دوت هتظهر اليومين الجايين دول. لا اما الاداره هتوقع عقوبه على كهربا وهتمشي كابتن محمد رمضان، او الدنيا هتمشي طبيعي. يبقى ساعتها انت تفهم ان الاداره هي اللي قالت لكابتن محمد رمضان ما تخليش اللعيبه تروح تحيي الجمهور. ده من وجهه نظري. انت برضو عزيزي قول لي في التعليقات انت شايف اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. بس كده يا عزيزي، ده نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، وما تنساش لو المحتوى بتاعي بيعجبك او ما بيعجبكش يعني هيعجبك ان شاء الله بعدين، تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. سلام.